وأن هناك في الحياة صعوبات صعب على العبد تجاوزها وضعف جهده في مقاومتها، فمشاكله كثيرة، منها ما يكون مشاكل نفسية بينه وبين ذاته، ومنها أسرية، ومنها مالية، ومنها صحية، ومنها اجتماعية، ومنها عملية تعود إلى عمله، فيمر عليه العام تلو العام وربما عشرات السنين وهو لم يجد في الحياة حلولا، ولم يجد لإشكالاته صلاحا ولا فلاحا، لا فاز بالمرغوب ولا نجا من المرهوب، فاستسلم للفشل واقتنع أنه لا حل لمشاكله في الحياة، وأنه تعيسا، وأوحى إليه الشيطان وحي الإلهام بأنه لا يصح له أن يبحث عن النجاح، بينما كتب الله النجاح ودلنا على أسبابه وحذرنا من الفشل والاستسلام لما في هذه الحياة من إشكالات. قال عليه الصلاة والسلام: استعن بالله ولا تعجزن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فمما يعين العبد في هذه الحياة على تخطي الصعاب وعلى تجاوز العقبات وكيف يتلمس طريق السعادة والفلاح والأرباح والنجاح هو أن يعرف من هو، فيتعامل مع نفسه معاملة الحقيقة، ويتعامل مع ربه معاملة الحقيقة، لا يغالط نفسه فيضعها في غير موضعها أو يمنيها في الحياة أماني هي لا تصل إليها، ولا هي من أهل الجد والبذل في أسبابها. وكذلك أيضا لا يرضى لها بالذل والمهانة، أو يقنعها بأنها لا شيء وأنها مجرد حياة شهوات وملاهي، بل على العبد أن يعرف قيمته وقدره. فأنت أيها العبد كريم على الله، ولكن عليك أن تعرف نفسك. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فكثير مما تراه مما خلقه الله أمامك وعن يمينك وعن شمالك أنت أكرم على الله منه وأنت أفضل منه. فالأرض هذه العظيمة جعلها لك فراشا ومهادا، والسماء العجيبة جعلها لك سقفا محفوظا وزين السقف بالمصابيح الزاهرة، وجعل الأنهار لك والمواشي لك وهي أكبر منك حجما وأقوى منك بدنا وأضخم منك، ذللها لك. وكل ما في الأرض من ثروات ومعادن وذهب وفضة ونحاس ذللها لك. ولكن على العبد أن يعرف قدره ويعرف كيف يتجاوز هذه الحياة. فهذه اللحظات التي نمر فيها لن تتكرر، هذه المرحلة هي واحدة من مراحل السير إلى الله، بعد أن كنا في ظهور الآباء وبطون الأمهات والطفولة، ثم هذه اللحظات، ثم اللحود والقبور، ثم المحشر والميزان والصراط والقنطرة، إلى أن نصل إما إلى باب الجنة أو باب النار. هذه مرحلة ينبغي على العاقل أن لا يمر فيها مرور الجاهل المتعامي اللامبالي، بل يتفطن لها ولا يظن أن النجاح فيها صعب أو أن الفوز بالجنة مستحيل. إنما جعل الله لكل شيء سببا،